السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. معكم كريمة فارس. اليوم راح نعطيكم واحدة الوصفة بزاف شابة تهبل لعشاق الوصفات الخفيفة ظريفة. سيرتو هاد الوصفة تاع نهار اليوم بنتها تهبل والقرمشة ما نحكي لكمش. وصفتنا راح تكون كروكات تاع البطاطا والطونة. شوفوا، وصفة حصرية وقنبلة في البنة كالعادة. راح تكون بواحد الطريقة راح نسمها بواحد، يعني شوفوا، ما نقدش نحرق الوصفه باش تقعدوا حتى الاخير وتكتشفوا لي الوصفه. بس الحاجه اللي نضمنها لكم انها بنتها بلنا والبطاطا تجي كريميه. وراح ندير لها واحد الاستيس وين نخلو البطاطا هذيك ما تخرجش معنا كاع في المقله. كما شفتوا كنت بديت معكم الفيديو من المقله لانه كنت قليتها في زيت غزير وبغيت نوريكم باللي هاني نقلي فيها وتقعد هي شهيتكم في الجنة وعليكم غديروا نجام. وهذه الوصفه راح تكون غير بزوج حبات تاع البطاطا، راح نقطعهم هكا مكعبات كبيره. كي العاده دائما البطاطا تاعنا ندوها تفور ما نغلوهاش اكيد، ولكن وصفه تاعنا نهار اليوم راح نقول لكم باللي باش تنجح معاكم يعني فوروها حوالي 80 90%. ما تخلوهش حتى طيب بزاف وطيح. 80% 90% طفوها ولازم تمتم وهي حاميه نروحوا نكرزوها. الان جا وقت انه نسمو هاد البطاطا تاعنا. شا عندي زيتون الاخضر راح نطحنه في الاشواخ. سينو نتوما قطعوه بالخدمي ياكدوا واحد الكميه. انا ديت يعني واحد 3 مغارف. شوفوا تتفاصون نديروا نص كاس، نص كاس تاع زيتون ديروه يغلي ومن بعديها كي تنقصوا من هذوك المروريه والملوحيه نروحوا نطحنوه في الاشواخ. هنا عندي حبه بصل كبيره. في هذه الوصفه ما فيها لا بصل اخضر لا توم، يعني راح عندي حبه بصل كبيره رايحه نقليها. انتبهوا لي مليح المقادير تاع الوصفه. من بعدها عندي علبه تاع الطونه، بما انه عندي هذيك كروكات تاع البطاطا والطون، فرايحه ندير كل جوج حبات تاع بطاطا نديروا لها علبه تاع طون. هكذا باش نكونوا متفاهمين، كل جوج حبات تاع بطاطا علبه تاع طون، وقادرين نتوما وعلى بالي باللي رايحين تعاودوها وتكثروا الكونتيتي لان جيت هبل. من بعدها كنت درت الملح ما كثروش بما انه عندنا الطون عندنا الزيتون، فننتبهوا لهذا الشيء كامل. راح ندير ملعقه تاع فرينه، ولا استبدلوا هذيك الملعقه تاع الفرينه استبدلوها بلا شابلور. عندي ايضا حبه تاع بيض صغيره، سينو نتوما ديروا غير صفرة، يعني ما سحقوش بيض بزاف. والحرور، ملح وحرور في هذه الوصفه ما فيهاش بزاف توابل باش نستبنوا كاع المكونات اللي ضفناهم. كاينه حاجه تاني مازال ما ضفتهاش اللي هي الحبه تاع البيض المغليه. انا صراحه مولفه ندير زوج حبات تاع بيض ونقطعهم مكعبات، ولكن اليوم ما عنديش البيض بزاف، عندي غير حبه فغليتها وربيتها هكذا باش تعطيني بنه. نتوما تاني قادرين يعني ديروا غير كيفي انا بلاش يعني ما ديروش زوج حبات. حبات تكفي، ولكن تاني زوج حبات راح تعطيها بنه وتزيد تاني تجيكم زاكيه. من بعدها مباشرة نخلوها تبرد في الثلاجة حتى توليكم كي شغل اون بات. بعد ما تبرد تماما، لازم تبرد سر نجاح كروكيت ولا حتى المعقودة، لازم البطاطا بعد ما نخدموها نخلوها تبرد. ايوا دركا غير بردت خرجتها وراني نحشي فيها دركا في الفرماج. راني ندير كل حبة تاع فرماج راني نقطعها على 4 قطع هكذا باش يعني تقريبا انا 8 حبات عمروا لي كاع الكروكات اللي عندي. دركا تاني بعد ما شكلوها كريات ندخلوها تاني تبرد مليح باش من بعديها كي شغل دركا كي نجو نخدموها تترفد معنا بسهوله وما تغبناش. هنا الخلطه اللي قلت لكم عليها هي اللي راح تخلي لنا الكروكيت تاعنا يقعدوا هما. عندي كاس تاع حليب، حبه تاع بيض، وثلاث مغارف تاع فرينه. عندكم من 2 مغارف حتى ل3، نتوما ديروا زوج كما درت انا. وشوفوا لا شفتوا الخليط راه مليح صحه ما كانش زيدوا ملعقه ثالثه بصح ما تكونش معمره. de toute façon عينكم يا ميزانكم. شويه ملح شويه حرور ونخلطوا كل شيء مليح مليح مليح. هذا الخليط تاني نخلوه يريح الوقت اللي تكون الكروكات تاعنا بارده. خلاص الان راح نجيب الكروكيت تاعي. راني دايره هذا الطبسي والطبسي الزاوج تاني راه يبرد في الثلاجه الوقت اللي نكمل كاع. الان شا غادي نديرو رايحه نحط كيما هكا بالكارفو نغطسو، ومن بعدها مباشره نروحو. انا لا شتو كاش بلاصه ماهيش مغطيه ولا زيدوا لها يعني غطوها، ومباشره نحطوها في الشابلور وتفوت مباشرة للمقلاة. نعطيكم فقط يعني استيس هكا ولا فكرة. إلا كانوا عندكم مضياف ولا قادرين تخدموها كيما هكا تشكلوها كريات، ديو لها تاني لا شابليغ تحطوها في إن بواط الوقت اللي تفوتوا تقروها في رمضان جايكم مضياف.
توجدوها يعني مثلا عندكم في الليل وجدوها مع الظهر، غطوها، ديروا لها كيما هكا لا شابلور في اون بواط ودسوها ما بين كل طبقه وطبقه، ديروا لها بابي فيلم ولا بابي كويسون وخلوها هكذاك، يعني يسهل عليكم بعدها تبقى لكم يعني غير تقلوها. قادرين مام تاني تجمدوها في هذه المرحله اللي عندها تاني مثلا عارضه، توجدوها نهار من قبل، دسوها في المجمد، غدوه من داك قبل ما تقلوها مباشره من المجمد للمقلاة تقعد لكم ما شاء الله تحسبوا شريتوهم جاهزين. او دركا كيما شفتوني كملت كاع الكروكات تاعي رمتها، والان راح نفوتوا باش نقلوا لي كروكات تاعنا. انا هنا استحقيت يعني حاجه تكون صغيره ومعمره زيت، فدرت هاد الكاسرونه، سينو نتوما ديروا مقله صغيره، المهم لازم تكون يعني تتقلى في زيت غزير باش تاني تضمنوا انه ما تنتحلش معاكم. وماذا بينا ايضا ما نكثروش بزاف البطاطا وما ندخلوا لهاش كاع الكارفو، لانه الكارفو هو اللي يثقبها لنا وتخرج لنا هذيك البطاطا، لانه بزاف كاين كيديرها يقول لي كريمه درنا كيفك ولكن انتحلت معنا. الحله هذيك سبتها الكارفو، يعني حاولوا انكم ديروا غير المغرف كما راكم تشوفوا تخرج ما شاء الله. وهذيك لا شابلور تهبل، يعني هذا النوعيه انا صراحه دائما نشريها، تعطيني قرمشه رهيبه، وزيد الحاجه اللي نديرها بها يحسبون اني شريتها مانيش خدمتها في الدار. وراح نزيد تاني نكمل بنفس الشيء. راح نقول لكم فقط حاجه على الزيت، على النار عفوا، لازم النار تكون متوسطه، يعني غير يحمى النار ويعني نقصوا لها النار، مش نقصوا كاع، تكون متوسطه، ونخلوا لي كروكات تاعنا يطيبوا لانه اصلا ما فيهمش الروح، كلشي طيب، عندك غير البيض ينشف وهذا مكان. وكما شفتوا الان الكروكات تاعنا تقريبا يعني كملتهم كاع، شوفوا لي كيفاش خرجوا لي. وصفة رائعة رهيبة بنينة، وصدقوني يعني هاد الوصفة بالذات بنتها تهبل. كاينه حاجة نسيتها، لا هما فين يتفرجوا معايا، ضيفوا لها برش الليمون، انا ما كانش عندي، كنت رايحه نربي الداخل ونزيد تاني نقدمها مع هكا برش تاع الليمون، ولكن ما لقاوليش الليم. بصح نتوما عادي شيلات اللي موالفين يتفرجوا معايا عارفيني انا نموت على الليم، فديروا برش مي تكونوا ترابوا في البطاطا ونخدموا فيها رابوا فيها الليم. شوف واحد البنه رهيبه. هذه الوصفه بالذات منكم غير جربوها وقاردوها وسجلوها رمضان ان طالت الاعمار ان شاء الله، لانه على بالي بزاف حنا نبغوا هذه الوصفات السهله البسيطه واللي تكون اصلا بنينه وتحمر الوجه وتعمر الطابله. يا دركي جاتكم، الى عجبتكم اكيد ما تنساوليش انكم تخلونا جيم للفيديو، تعليقاتكم المحفزه اكيد. والحاجه شابه انه تقطع فقط بزوج حبات تاع البطاطا، وهذا البطاطا بالذات ولا هاد الكروكيت تجي كريميه، شوفوا لي داخل كيفاش تجي، يعني هذاك البصل مع الزيتون مع الثوم تعطيها واحد الطراوه، البطاطا ما تجيكمش ناشفه، تجيكم طريه تهبل. شوفوا ما شاء الله ديك الطبقه المقرمشه رائعه بزاف. والان العميرات انا وصلنا لنهايه الفيديو، ما عليا غير نقول لكم تبقوا على خير الى فيديو جديد ووصفه جديده. بلا ما تنساو عفوا اللايك والبارطاج اكيد هكذا باش يستفادوا من الفيديو ايضا ناس واحد اخرين. والان راح نخليكم في امان الله الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.